جات من الخارج وندمات، خوها ساكن ليها في دارها. مشيت للمغرب هذا العام وانا عندي داري فيها ريتشوسي وفيها البروميير ايطاج وفيها السطح، وريتشوسي ساكنه فيه الميمه ديالي مخليه مع واحد السيده كنخلصها من هنا. هاد الناس ديال الجالية اللي عايشين في أوروبا وعندهم ديور هنا في المغرب، كتلقى عندهم قصص كبيرة على ديك الدار اللي مخلينها في المغرب. سمعوا شنو غادي تقول، باينة غادي تكون شي قصة في شكل. او بروميير ايطاج ساكن فيه خويا اللي مزوج وسنين من عاد ملي جيت هنا وانا 30 عام في الغربه. تقريبا دابا واحد 20 عام باش بانيه اليوم ديك الدار ومستغلينها. يعني هي في الجالية في أوروبا وعندها واحد الدار هنا، مخلي خوها وأمها ساكنين فيها، كيحضيوها لها وفي نفس الوقت راهم ساكنين وكيستغلوا، ما كيخلصوا لا ضو لا كرا لا حتى حاجة. هادشي اللي قالت 20 عام وهما مستغلين ديك الدار. هنا خويا تزوج وولاد، كان وليدو فاش جاو سكنوا معنا في الدار كان كاري على بوك، وجا جلس مع الوالده طلب من الام ديالي ماشي طلب مني باش يونسها. كانوا ديك و20 عام راه مدة طويلة، 20 عام راه تقدر تبني فيها دولة على قدها. قالت لك خوها قبل من هاد 20 عام كان كاري، فاش هي بنات هاد الدار وسكنت فيها الوالدة ديالها، خوها مشى عند الوالدة ديالها وقال لها طلبي من اختي انني حتى انا نسكن معك في الدار. هادشي اللي قالت، وبطبيعة الحال هي وافقت. ديالي والاب ديالي سكن من فوق منهم وما كيخلص لي الكرا، وصلحت هذيك الدار وقاديتها وكل شيء وتفك من الكرا وجا سكنت تما. كنت كنعاون الام ديالي والاب ديالي وكنت كنعاون حتى هما. واسمع اخويا اسمع، مسكن اخوها في الدار ديالها، وفي نفس الوقت فاش كتصيفط الفلوس لوالديها كتفكر حتى خوها وكتصيفط له الفلوس، يعني معاونة مسكنها فابور وكتصيفط له الفلوس كل مرة، كتعاونوا يعني. فيما كيكون عندي الحمد لله كنت خدامه وبرزقي وهذا كنصيفط لهم. شفت لا سيتوياسيون ديالهم مزيانه، وشفت حتى الغدر لانه هو شرا ابارتمون وكاريها وانا. وشوف الكيدينك سبحان الله، مسكنة في الدار ديالها وساكن فابور، لا ضو ولا ما لا كرا، وفي نفس الوقت هو خدام. دوك الفلوس اللي كيخدم فاش كيجمعهم شرا واحد الدار واحدة اخرى وكرهها لناس اخرين، وهو راه ساكن فابور باش يزيد يوفر كتر. وهو ما قال، واختو ما قالها لهاش، ما قالهاش انني انا شريت الدار وراني كاريها لناس اخرين. ويمكن هذا هو اللي بقى فيها الحال، هذا هو علاش بقى فيها الحال. وانا ما فضاريش بالفات انه كان ساكن عندي في داري، انا ما طلبت منه لا مقابل لا والو، ولكن هو ما بغاش يعلمني بلي خدا دارو. فالوليد ديالو الكبير بغى يمشي لالمانيا، عيط ليه في التليفون قال لي فوالا ولدي وراه حاجة عادية ما غاديش يقول لها. دابا هو مسك عليه الله يعني، حيت هو ساكن فابور وما كيخسرش بزاف الفلوس، قدر انه يجمع ويدير دار واحدة اخرى. ولكن في المقابل هو ما علمش اختو، يقول لها راه سهل عليا الله وراني شريت الدار ديالي. وهادشي راه باين علاش، حيت الا قال لها راني شريت الدار ديالي جديده غادي تقول له خرج من داري اللي ساكن فيها. يعني السيد غادي تقطع عليه، غادي يكثروا عليه المصاريف وغادي يتزادوا له بزاف ديال الحوايج غادي يبقى يخلص عليهم. مادام انك ساكن فابور ماشي هي انك غادي تخلص الكرا ولا تسكن في دارك وتبقى تصرف عاوتاني، يعني غادي تقطع لك واحد الجانب ديال المصروف. هو فضل ما يقولش لختو انني شريت الدار، وهي حيت ما قالهاش خوها راني شريت الدار، سمعت الاخبار من جهه واحده اخرى تقلقات، وحتى هذا راه من حقها. عيط ليه في التليفون قال لي فوالا ولدي راه يمشي لالمانيا، واش ممكن تعاونيني بشويه الفلوس؟ انا حتى انا عندي وليداتي وكيقراو قضيه تزيرت، قلت له خويا ما عنديش. عاونتو ماشي ما عاونتوش، عاونتو هذيك. وخويا شحال كتصرا بحال هاد اللقطه هادي، واحد الانسان مثلا 20 عام وانت كتعاونو، ولا 10 سنين وانت كتعطيه، والحاجه اللي قال لك عطيها لي كتعطيها له، الحاجه اللي تشاور معك فيها كتقول له الحاجه اللي طلبها منك ما كتقولش لا. ولكن بمجرد ما انك في لقطه واحده يطلب منك واحد الحاجه وتقول له اسمح لي اخويا ما عنديش، كيضرب داك السنوات اللي درت فيه، ديال دوك السنوات طويله اللي درت فيهم الخير معاه، كينساهم كاملين بمره بحال العمر ودرت فيه الخير. وهذه كتكون في بزاف ديال الناس.
كدير فيه الخير واحد المدة طويلة، لمجرد أن حاجة وحدة ما تعاونوش فيها كينسى الخير كامل اللي درتو فيه. وهادشي اللي طرا لها حتى هو، ومن حقها تقول ما عنديش. ماشي ما عاونتوش، عاونتو هذيك المده ديال 20 عام. اول حاجه في الكرا حيدت ليه الكرا، كان كاري تقريبا شي 35,000 ريال، يعني قريبه ل 200 اورو. وكنت كنعاونو كل شهر كيف نصيفط الوالديه. ها انت اسمع، 20 عام وهي كتنقص عليه الكرا ديال الشهر 2000 درهم قالت لك في الشهر، 35,000 ريال تقريبا 2000 درهم في الشهر. ولو كان تضرب على حساب شحال تجيك في العام غادي تجيك واحد الفلوس صحيحة تبارك الله. عاوناتو 20 عام، ولكن بمجرد ما قالت له في هاد اللقطة قالت له ما عنديش، قلب وجهو عليها ونكر الخير كامل اللي درتو فيه. نصيفط شاده ليهم مساعده في الدار، كنت نصيفط ليه حتى هو. الوقيته اللي قلت لي انا لا قطع كلامي وفي داري كنمشي للدار، كنمشي هكا الصيف، انا شاريه ابارتمون حدا البحر، كنمشي كنجي نزور الوالده. حيت قالت له ما نقدرش ولا ما عنديش، قطع عليها الهضره وقطع عليها السلام، بحال بقى خاطرو عليها. هذا هو المغربي، دائما تقول تقول له عطيني يعطيك، ما خصكش تناقش معاه. الا بمجرد مره قلت له انه ما عنديش ولا ما نقدرش ولا هادي كيتقلق. ايوا حاجه عاديه، حيت انت اللي ولفتو دائما دير معاه الخير، ما خصكش تبقى دير في المغربي، ما خصكش دير مع الخير دائما. خصك مره دير الخير، مره تقول لا، مره تقول مره تقول لا، باش تكون الامور مضبوطه، باش تولفوا على ديك السياسه، تولفوا على ديك الطريقه ديال التعامل. حيت الواحد مجرد ما كتغير الطريقه ديال التعامل ولو 1% ما كيعجبوش الحال. وهادشي اللي دارت هاد السيده هادي. الوالد ديالي مسكين توفى دابا شي 7 سنين، وكنمشي ما كيبغيش يهضر معايا، كنطلع للسطح وداري ما كنقدرش ندخل ليها حيت هو ساكن في البروميير ايطاج. مراتو كتنزل ما كتسلمش عليا. كيف قلنا السيد قالت له لا صافي نكر خيرها وقطع عليها السلام ووصل المرة ديالو باش ما تهضرش معاها وجبدوا راسهم منها، ولاو بحال هي اللي دايره الغلط، ماشي هما اللي غالطين في حقها. هما راه خصهم يقولوا لها الله يرحم الوالدين، فوقاش ما يتلقاو يسلموا لها على الراس. كنتهم فابور وكل شهر كتدعمهم ماديا وكتعاونهم، واسمو بغاو هذا. كتيفيتيني بمره ما كتبغيش تشوفني. الاخ ديالي ساكن في داري في رزقي، ما كيخلص ليا والو وما كيهضرش معايا. هاد العام هذا جاتني شويه هذا. والله الا الحماق هذا، الهبال هذا، الانسان عايش في رزقك وساكن في دارك ويتجمل عليك، ما يسلمش عليك وما يشوف فيك وما يعطيكش الوقت. هذا هو نكر الخير. هذا النوع ديال البشر ما خصكش دير فيه الخير. نكارين الخير ما ديرش فيه الخير، واخا يكون نهار يكون محتاج، واخا تكون قادر انك باش تعاونو، قول له ما عنديش، قول له ما نقدرش. ولا تعاملت بهذه الطريقه يقدر ما تخسروش كما خسرت هاد السيده خوها اللي درت فيها الخير، اللي درت فيه الخير. هاد العام هذا جاتني شويه هضرت مع ماما، قلت لها شنو كاين زعما علاش ما كيهضرش معايا. وقلت لها انا في داري راه شرا ابارتمون وراه كاريها، دابا يمكن يمشي. ماما سخطت عليا قالت لي سخطت هضرني دابا هذا هو المشكل. الوالدين ما ولدها الكبده ديالها ما غاديش تقدر تقول لك رميها للزنقه خرجي على برا، ولا غادي تقول لك خليه وماشي مشكل وها سختها الرضا وهذه. ولكن في نظري انا الانسان يتحمل المسؤوليه ديال تصرفاته. هذه غلطات في الاول، النهار الاول اش داك اخويا، اش داك اختي ديري الخير بهذه الطريقه هذه. انت اصلا يمكن فكرتي ان الدار خصهم هما يحرصوها لك، يحظوها لك، وفي نفس الوقت كدوري معهم. ولكن مادام انك وصلتي لهذه المرحله ما خصكش يبقى فيك الحال، حيت انت اللي درتي هكا. الانسان ما خصكش دير فيه الخير دائما، حيت كاين واحد النوع كينكر الخير وكيردك انت ما مزيانش. وهكا صرا هاد السيده هادي. واخا يكون خوك واخا يكون اختك، الخير خصو يكون في الحدود، ماشي تبقى دير الخير حتى تنسى راسك انت كاع، حتى تفقد القيمه ديالك. عطيونا الاراء ديالكم في هذا الموضوع.